يا جماعة كله يخلي باله، أي حد بيتعامل فودافون كاش خلي بالك حضرتك، خلي بالك حضرتك في طريقة سرقة جديدة. أقسم بالله ده حصل معايا أنا شخصيا دلوقتي حالا. خلي بالكم يا جماعة، الموضوع يا جماعة كالآتي: صلوا على النبي واعملوا لايك ومشاركة عشان خاطر يوصل لكل الناس وأي حد بيتعامل فودافون كاش. خلي بالكم الموضوع يا جماعة دلوقتي إيه؟ في حد بيكلمك: ايوه حضرتك استاذ اسلام؟ حضرتك هتقول له ايوه انا استاذ اسلام. طب حضرتك في حد دلوقتي عدى عليا في المحل وساب لك 7000 ونص او 5000 او ايا كان المبلغ اللي هيقول لك عليه. فانت طبعا اسمك اسلام، فهتقول له يعني هتشك في امرك: ايوه فعلا انا اسمي اسلام. طب مين اللي عدى ده وساب المبلغ؟ يقول لك ما اعرفش والله العظيم، ده حد عدى عليا وكتب لي رقمك في ورقه وقال لي ايه حول المبلغ ده على الرقم ده بس. طبعا انت حضرتك طب ماشي، هيقول لك اكتب معايا الكود ده بسرعه عشان خاطر انا بعمل لك ايداع من المكنه، عشان خاطر انا بعمل لك ايداع من المكنه. لان حضرتك هتقول له طب ما تحولهم فودافون كاش، تمام؟ هو بيشغل دماغه هنا، ما دي طريقه سرقه جديده فبيشغل دماغه، واحنا طبعا هنا طب ماشي هكتب الكود. ايه هو الكود اللي هيقول لك عليه بقى؟ هيقول لك اكتب نجمه 9 نجمه 100 شباك. طبعا هنا في كود، فحضرتك انت كده هتطمن وتقول ايه كده مفيش سرقه. ركزوا معايا يا جماعه عشان تخلي بالكم، ربنا يسترها علينا بجد. يعني الواحد مش عارف يعمل ايه، والله ده حصل معايا حقيقه. فالمهم يا جماعه حضرتك هتكتب نجمه 9 نجمه 100 شباك. فحضرتك بعد ما تكتب الكود هيطلع لك ايه؟ لايداع كارت كذا كذا، اكتب المبلغ اللي هو الكارت الاونلاين يا جماعه، اللي هو الكارت الاونلاين. لو انت عايز تعمل كارت تشتري بيه حاجه على الاونلاين بتكتب نجمه 9 نجمه 100 شباك. فما علينا يا جماعه. فبعد ما بتكتب الكود ده فهو هيقول لك ايه؟ اكتب بقى ايه الرقم السري اللي هو الرقم السري الخاص بيك انت، الرقم السري اللي هو الخاص بيك انت. فانت هتكتبه طبعا، هتمشي معاه بالخطوات. وبعد ما تكتب الرقم السري هو بيقول لك حضرتك حد سايب لك معايا كام؟ 7000 ونص او 5000. فانت هتكتب المبلغ اللي قال لك عليه. فهتيجي تكتب حضرتك هنا المبلغ وهتضغط على ايه؟ ارسال. هيطلع لك ايه؟ الكارت الاونلاين اللي هو 16 رقم والباسورد بتاعه والرقم السري اللي هو من الخلف اللي هو 3 ارقام. هيقول لك مليهم لي عشان خاطر اروح اعمل لك ايداع بالرقم اللي هو ال 16 رقم اللي هو رقم الكارت الاونلاين اللي طلع. هيقول لك مليهم لي. طبعا انت هنا ممكن برضه لو انت حضرتك ما تعرفش فهتملله على حسن نيتك، لكن لا حضرتك اوعى تعمل كده ولا تملله رقم ولا تسمع منه حاجه اصلا. بجد يا جماعه انا مش متخيل الناس دي بتعمل كده ليه؟ ما هم سرقه، طريقه سرقه جديده. فاوعى حضرتك تعمل كده ولا تديله رقم الكارت اللي هيطلع لك، لان الكارت ده كده اصبحنا فيه المبلغ ال 7000 ونص او ال 5000 جنيه اللي هو قال لك عليهم. فهنا يقدر يستخدم الكارت في الشراء اونلاين، يقدر يسحب الفلوس من خلال الكارت، يقدر يتعامل من خلال الكارت في اي منصه على السوشيال ميديا في اي مكان. فيا جماعه دي طريقه سرقه جديده بيخشها عليك. ايه ده فلان سايب لك معاه مبلغ، اكتب الكود ده معايا بسرعه، ويقعد يتعامل معاك لحد ما حضرتك تعمل الخطوات اللي هو يقول لك عليها. وكده بيكون الموضوع بالله عليكم يا جماعه خلوا بالكم يا جماعه عشان الناس دي ما عندهاش ضمير ولا دم. قسما بالله العظيم يعني الواد ده لو قدامنا لكنا نفخناه. والله حصل معايا انا شخصيا دلوقتي، عشان كده قلت اصور الفيديو حالا وانزله لكم دلوقتي. فخلي بالكم يا جماعه، واي حد يعرف حد بيتعامل عن طريق فودافون كاش يبعت الفيديو ده ليه وشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. ويا ريت نخلي بالنا وربنا يستر علينا وعليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.